المعطلين بأمورهم بشخص حلقة التنسيق الإقليمي صدرت برنامجا نضاليا للتأكيد أولا على استمراريتها النضالية، وتأكيدا منها كذلك على أهميتها الكفائية الرافضة لكل أنصاف الحلول التي ينهجونها أو التي يحاولون ما أمكن أن ينهجوها مع الجمعية الوطنية. برنامجنا النضالي اليوم وأشكال نضالية مرسى على المستوى الفروع بكل من تركيست الفهراء الحليفة الثوانياش إمزورن الكشفاري والعصمة، تأكيدا منا على أن السلطات المحلية بشخص البشويات والقيادة على المستويات المحلية أن أمر التشريل يعنيهم كذلك في علاقتهم بالوعود الممنوعة للجمعية الوطنية. لكن ما يتضح حاليا هو أن النظام القائم في البلاد وخاصة بعد الانتخابات المغشوشة وصعود ما يسمى بحكومة بالكيران بين ألف قوس وقوس، اطلع أن الدولة تحاول ما يمكن إعادة السيناريوهات القديمة، إعادة سيناريو القمع، إعادة المعتقلات السرية، إعادة أسلوب الاختطافات الهوليودية. وما الرفيق الذي تعرض لاختطاف قبل أمس الغالية بيت هوياش مراد عن عضو حركة 20 فبراير في هذه المنطقة لا دليل أسطع على أن النظام السياسي القائم في البلاد أولا يستجيب لمطالب الجماهير الشعبية يلتجئ إلى أساليب خسيسة وأسلوب القمع والاحتواء ومقاربة القمع. العصا لمن عصا، هذه هي مقاربة النظام السياسي القائم في البلاد. لكننا نقول أن مثل هذه المقاربات سرعان ما تنمحل، لأن إرادة الجماهير وإرادة المعطلين على وجه الخصوص لا قمع لا إرهاب، لا يوقف مسيرة الشعب، ولا 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 قمع لا إرهاب، لا يوقف مسيرة الشعب. إذا قلت أن هذه الأساليب التي تنهجها الدولة بعد ما يسمى بالدستور الجديد الذي قيل عنه دستور الحريات، دستور الذي يقر بكرامة الشعب المغربي، لكن أبدا ما نرى مثل هذه المطالب تحقق على أرض الواقع. مقاربة القمع على المستوى الوطني والعصا هي اللغة الوحيدة وهي المقاربة الوحيدة للنظام السياسي القائم في البلاد. وما تعرض مجموعة من فروع الجمعية الوطنية، فرع شيشاوة، فرع الرفات، فرع الناظور الصامد، إثر الهجمة الشرسة. ناظور الصامدة للحسيمة تحية، ناظور الصامدة للحسيمة تحية، ناظور الصامدة للحسيمة تحية، ناظور الصامدة الحسيمة تحية، ناظور الصامدة. إذا قلت أن الحكومة، هذه الحكومة ديال مسيو بالكيران الذي يصنع خطابات شعبوية سرعان ما تضمحل كما قلت في السابق. الخطابات الشعبوية في طاعتها وفي علاقتها مع المطالب الديمقراطية والمشروعة لكل الفئات الاجتماعية المسحوقة من داخل المجتمع سرعان ما تضمحل. وأخيرا الخطاب الأخير لمسيو بالكيران قال بالحرف أن هاد المعطلين يقتلوا على شيء آخر. هاد مسيو بالكيران خاطب المعطلين
في لقاء مع شبيبته وقال أن على المعطلين يقلبوا على شي وزير آخر باش يتحروا معهم وباش يمنح لهم المناصب. أين الخطابات التي كان ينشرها السيد ذك أثناء العملية الانتخابية؟ أين موقع برنامجه الانتخابي في ظل هذه الخطابات العالية؟ وبن كيران يا حقير عقد بيك الجماهير، وبن كيران يا حقير عقد بيك الجماهير، سجل اسمك في تاريخ الحركة الإرهابية، سجل اسمك في تاريخ الحركة الإرهابية. وبن كيران يا حقير عقد بيك الجماهير، وبن كيران يا حقير عقد بيك الجماهير، سجل اسمك في تاريخ الحركة الإرهابية، وسجل اسمك في تاريخ الحركة الإرهابية. وغيرهم كثير وأكثرهم كثير ممن كان يعطي الوعود للمعطلين، وخاصة على مستوى التنسيق الإقليمي بالعاصمة. مجموعة من الكائنات الانتخابية بالمنطقة كانت تتعشعش في خطابات جوفاء وتعطي وعودا للمعطلين والمعطلات. ونوجه الخطاب من هذا الشكل النضالي لرئيس مجلس التاسع العاصمة الدولية الذي كان طرفا من داخل خط الحوار، والذي كان يوعد دائما المعطلين والمعطلات في شخص حلقة التنسيق الإقليمي بمنعهم المناصب، وكان يتحمل المسؤولية الكاملة إزاء هذا الملك. كذلك يتحمل والي التاسع العاصمة الدولية ما ستؤول إليه الأوضاع إطار المعركة الإقليمية للتنسيق الإقليمي، سيتحمل فيه المسؤولية الكاملة، لأننا أقدمنا على خطى نضالية ليس فيها منطق التراجع. منطق التراجع لم يصبح من قاموس المعطلين في هذه الآونة، وبالتالي ما عليهم إلا الاستجابة الفورية والهانية بدون قيد أو شرط للوعود الممنوعة